السلام عليكم. ماذا قال حفيظ الدراجي عن تحويل تربص المنتخب الجزائري أو قرار جمال بالماضي بتحويل تربص المنتخب من سيدي موسى إلى طبرقة التونسية؟ إذ قال حفيظ دراجي أن لجمال الحق في القول أن المرافق لا تصلح، ولكن ليس له الحق بالانفراد في القرار بالتحول خارج الوطن للتربص هناك إلى تونس. كان من المفروض أن ينتقل إلى عنابة أو قسنطينة، ليس الخروج بالمنتخب خارج الوطن، وهذا قرار سياسي وسيادي حسب قول حفيظ دراجي الذي كان ينتقد دوما جمال، وجاءت المناسبة ليؤكد كلامه. هذا ما قال حفيظ دراجي.